بامانه الاكل زي الزفت. الاكل وحش جدا. الحمام اقسم بالله العلي العظيم الحمام. عايزه اقول لكم الفريك ريحته وحشه قوي. الفريك ريحته وحشه جدا. مخزز. خد الحمام مخزز. اللحمه المشويه عامله شبه ورقه الكلمكس. تيجي تاكلها هتلاقيها بتشد. اقسم بالله ربنا شاهد من انا زبونه عبد الوهاب اساسا. تمام. فعايزه اقول لكم الاكل سيء جدا. يعني انا عشان حرام ان انا اتوقع انا باكل عند هرم الحمام والاكل لا والله العظيم الاكل فوق السيء. اقسم بالله انا دافعه الفاتوره ولا عاجبني الاكل ولا شبعت ولا كملت اكل. قسما بالله الاكل سيء يا جماعه. يعني اللهم بلغت اللهم فاشهد. هرم الحمام اللي في سيدي جابر. هو مين قال ان انا جعان؟ انا يا جماعه مش جعان. انا يا دوبك بس جيت هرم الحمام وعامل حته طرب تحفه. مش عايزه اقول لكم هرم الحمام يا نهار ابيض على ده حمام. ولا اللحمه ولا الضاني رهيب. عنده شويه عصير بقى. هو ده هرم الحمام. حاجه كده ايه تاكل لوحدها. انا مش جعانه. حد قال ان انا جعانه. انا مش جعانه. يا ريت رسالتي توصل ليها، ويا ريت تعملوا منشن وتشيروا الفيديو ده، فالدال على الخير كفاعله. من الاول كده لازم نفهم ونعرف ان الفيديو ده معكوس، وانها اكلت في الاول وداقت طعم الاكل، والا ازاي عرفت ان الاكل وحش ومالوش طعم، وكل شهادات الزور اللي قالتها في حق المطعم ده. اما بقى وهي عماله بتاكل وبتتغزل في الاكل وبتوصفه ولا كانه ابيات شعر من حلاوته وطعامته وجماله، وفي الاخر تغير رايها كده. فده إن دل فهو يدل على ان هي كانت فاكره انها علشان بلوجر ممكن تدخل اي مكان وتاكل براحتها من غير ما تدفع فلوس، او انه يتعمل لها ديسكاونت على الاقل 80%. ونسيت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به، اي من حرام. والحرام هنا مش شرط اني اسرقه بايدي، لكن ممكن اسرقه بالحيله والاحتيال، ممكن في الكلام او باستخدام منصب او سلطه او حتى شهره. فانت كده شئت زور واقتطعت حق مش حقك، وبخست الناس حقهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما غضب قط أكثر ما غضب حينما قال للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فظل يكررها بغضب حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم وإرفاقا به من أن يصيبه وجع أو ألم. فقال الله جل الله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لأن شهادة الزور هي من أعظم الكبائر والمنكرات، لأن فيها ظلم للمشهود عليه بالزور والبهتان وافتراء الكذب عليه. وصاحب الزور يحمل من صفات المنافقين ويعد منهم. فقال الله جل الله: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فالذي يحلف كاذبا متعمدا إنه اشترى أو باع أو فعل أو ما فعل شيء وهو كاذبا ليأخذ به حق أخيه بغير حق، فهذا يسمى باليمين الفاجرة الغموس، فتوجب له النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ولقي الله وهو عليه غضبان. فاليمين الغموس هو اليمين الكاذبة، يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فسمي باليمين الغموس لأنه يغمس صاحبه في النار غمسا. طب إيه كفرته؟ ويعمل إيه اللي اعتاد على اليمين الكاذب ده كتير؟ اليمين الكاذب ليس له كفارة إلا التوبة والندم وإرجاع الحقوق إلى أهلها. عسى الله أن يتقبل منه ويعفو عنه. كن جميلا.